تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار. معكم حسين هاشم والأستاذ الشيف محمد هاشم. اليوم حلقة جديدة من برنامج مطبخنا وأكلة جديدة. اليوم شو الوضع شيف؟ شو نطبخ اليوم؟ اليوم نعمل فتة الدجاج. هلا فتة، مش الفتة تبع الترويقة هيدي اللي بتحطوا لا، لها خبز. هيدي غدا. هيدي غدا، هيدي بتيجي معها رز وهيك احلى ما تضيعوا، لأنه في أشخاص بس يسمعوا فتة بيفكروا فتة لسانات أو فتة لحمة أو أو فتة فتة لحمة أو فتة او حمص. حمص. هيدي اللي بتاكلوها بالترويقه، لا هيدي فتة غدا. هيدي فتة بيجي معها رز وبيجي معها قصص وحكايات. اكل كتير كتير طيبه، من اطيب الاكلات اللي انا بحبها صراحه. اليوم رح نعطيكم المكونات، رح نعطيكم طريقه كيف فيكم تعملوها والخطوات، وتشوفوا الطبق النهائي مثل ما انتم معودين علينا. اكل كتير 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 طيبه، فجهزوا حالكم. اللي ما بيعرف فيها هيدي الاكله، دائما عم نعطيكم افكار جديده. اكيد بدنا نشكر هودي اللي عم بيعملوا الاكلات اللي نحن عم نعملهم، عم يعطونا الصور، عم يطلعوا معكم منيح، بس ما بعرف شو الطعمه. هلا شكله مبين منيح بس ما بعرف شو الطعمه صراحه. فاعملوا لنا شير للحلقه، اعملوا تاج لاشخاص تانيين، خلي هيدا الحلقه والبرنامج يستمر دائما نحن وياكم، كله طاقه وايجابيه وهيك وشيء حلو. وانا جاهز، انتم جاهزين؟ جاهز شيف انت؟ جاهزين. نبلش نحن وياك يعني نقول الله. يلا. يلا قول الله شيف، روح. مثل خلينا ما انا اطلع. قلت مشاهدينا على صديقنا، كنا عندنا طبق جديد اللي هو فتة الدجاج. شايفين هون في عندي دجاج مفسخ يعني مسلوق، كاتب أني فروج وزن 1200. ممكن تستعملوا فروج كامل، ممكن تستعملوا سفين أو فخاد اللي بكن إياه. نعم. بغتسل قوة من قيم الزفرة، نحط لها شوية ملح، مواد عطرية معودين مثل العادي على طول بنقول نحن عيدين قرفة، ورق غار، جزر، ورقة كرافس، كرات اللي موجود عندكم يعني. بس استوي بدنا نقيم من المرقة، نصفي المرقة لأنه بده يطبخ عليها الرز يعني، ونفسخهم صغير. بدنا نقيم الجلد والعظم ونكبهم ونفسخ الدجاج بهالشكل هيدي. الرز بدنا مثل ما قلت انا بنطبخه على مرقة الدجاج، يعني على طول بستعمل 300 جرام رز وبحط لهم 500 مرقة، بيطلعوا الرزات مفلفلين يعني. هودي الرز بلا شعيريه بيجوا يعني؟ ايه، لانه الفتة بلا شعيرية. اوكي. هلا بدنا نقلي الرز اول شيء بشوية زبدة لا يتحمص، يصير لزق الرز يعني. برجع عم نحط له رشة ملح. اذا بدنا نحط مرقة الدجاج نطبخ فيها ما بندوق، ما بنحط ملح لحتى بس يغلي اول غلوة بندوق بده ملح، ساعتها بنحط له. بدنا تسويه عادي للرز. وهاو شايفين انتم هون في عندي لبن، عندي شوية طحينة، نحن مش كاتبين بالمقادير طحينة، بس فينا نضيف لنا شيء 50 جرام طحينة بيعطينا نكهة شوي مع اللبن حلو. للفتة. عندي سمنة، توم ناعم، صنوبر، ونعناع أخضر. شوية مرقة هون بدي أحط مع حبة توم، وسقي فين الخبز المحمص. هلا الدجاج هو بعده سخن، يعني كل شيء جاهز، يعني الرز جاهز، الدجاج مسلوق، اللبن بدنا نخفق شوي مع الطحينة وشوية توم. هي حلو. الطحينة مثل حكيت عنها، أول شيء بخفق اللبن. مثل ما شايفين قدامكم على الشاشه اكيد هلا حاليا. حط شوية طحينة. اكيد تحياتنا اللي عم ينضم لنا هلا. ديفينا عم بتقول اكل كتير طيبه، يلا جاهزين. اهلا وسهلا حبة فيك يا مرقة ديفينا. صغيرة مع اللبن والطحينة. ملعقة توم صغيرة، توم مدقوق. طيب اللبن حطينا له طحينه وبعدين حطينا له ثوم. شوية مرقة، شوية توم، مرقه الدجاج. مرقة الدجاج، ايه. ورشة ملح صغيرة. مثل ما شايفين قدامكم. هي اللبن خفقناه مع قلت أنا شي 50 جرام طحينة، شي 100 جرام مرقة الدجاج، ورشة ملح. هلا التطبيق شغلة كتير هينة، بس يكون الدجاج مسلوق، الرز مطبوخ على مية الدجاج. هي الخبز المحمص حطه بكعب الجاط. في ناس بيستعملوا الخبز مقلي، بس صحيا احسن المحمص يعني. ايه لا، احلى احلى المحمص، حمصون هيك تمام بيطلع اطيب اصلا. هلا بدنا نحط شوية توم مع مرقة الدجاج. بس قربون على النص شوي بس لحتى يبينوا. يلا بس هاو التوم وشوية مرقة بدي سقي فيهم الخبزات. اوكي.
ام ايفا اهلا وسهلا. وفاء اسماعيل اهلا وسهلا. اذا فيكم تعملوا تاج لاشخاص ثانيين، تعملوا شير للفيديو، بنكون مشكرين لكم. هيدي شوية توم، مرقة، هلا مثل ما قلنا يبقى نحط الرز ورا الخبز، سقيناه بالمرقة شوي. نعم. طبعا الدجاج بده يكون سخن. هذا الدجاج عندنا سخن، احنا هلا شلناه من المرقة. الدجاج بتسلقها عادي للدجاج سلق مع عادي المعطرات ونرجع تبعها، وبعدين بتفصفصها بنفسخها من قيم الجلد عني. جميل. هذا الرز طبخناه على مية على مرقة الدجاج يعني. حلو. يعني أكلة هي سهلة وطيبة وما بس بتاخذ يسلقوا الرز والدجاج ما عادش في شيء ما عادش في عندي. شيء، يعني كله تطبيق بس عم يطبقون على بعض صراحة يعني. هلا هني فيهم اذا ما بدهم يعملوا صينيه مثل هاي، يعبي كل واحد صحن يعملوا في بنفس يعبي كل الطريقه. واحد صحن وياكل ايه. يعني يحط بس الخبز اذا من في تحت عزيمه عم رز. تعمل عزيمه بدك تعمل طبق مثل هذا يعني. حلو. في ناس بيستعملوا رز المصري، بدي انتبهوا له. الرز المصري دائما بنحط المرقه قد الرز، يعني ما بنزيد سو الرز المصري المرقه قبل الرز. تمام. قد الرزيات. يا عيني عليك. اوكي اكيد عم يحضرنا جريتا اهلا وسهلا. وفاء عم تقول مساء الخير عليكم، عاشت ايدك شيف. شكرا لك يا وفاء، كلك ذوق مذوقه. ميرسي. اكيد مثل ما شايفين الشيف عم نطبق نحن، لانه الرز صرنا عاملينه شي 100 مره قدامكم وغيرها من الامور يعني. والدجاج يعني كل بيعرف يسلق الدجاج صار هلا حاليا تقريبا يعني. هذا الرز. سو لنذكركم حطينا الخبز من تحت، رجعنا حطينا الرز من فوق. الخبز لما حطيناه سقيناه بثوم ومرقه. هذا الدجاج. الدجاج فصفصوه، تاكدوا ما يضلش في عظام ما بقلبه. يضلش في عظمه. هذه كثير مهمه، لانه لا سمح الله معكم الاولاد قصه حكايه يضل في عظمه بقلب الدجاج مشكله صراحه. سهام الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا. اكيد اللي عم ينضم لنا هلا اهلا وسهلا فيكم. ايلاسيات كوريس اهلا وسهلا كمان. شكرا لتعب محبتكم. اهلا وسهلا فيك. شكرا على متابعتك. خي علي تحياتنا لك، كيفك شو اخبارك؟ كل اللي عم يحضرنا، كل اللي عم يتابعنا، خاصه اللي عم يتفاعلوا معنا ان كان باللايك، اعملوا لايك للفيديو، اعملوا تاج اتليست لواحد او اثنين. اذا قادرين تعملوا شير بنكون ممنونينكم. وتاكدوا انه انتم متابعين قناه شو الاخبار يعني، لحتى ما تروحوا عليكم هذه البرامج. ما لحق الحلقه دائما فيكم ترجعوا تحضروا الحلقه. وين يا شيف؟ على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يا عيني مثل الشيف بس تخلص الحلقه اعطيني اياها هات لك انا بشيل لك هول. شيف بس تخلص الحلقه انت هو بيحضرها على طول على يوتيوب. شوف بروح لعنده على الباب بيكون هو حاططها عم يحضرها مره ثانيه. نحن المحضرة لنشوف اذا في شغلات مثل نسياني او شيء بنرجع بنعدلها يا عين استاذ. سنة علي نور مرحب، كيفك شو اخبارك؟ مريم سقا اهلا وسهلا فيكي. ام سندس كمان اهلا وسهلا عم تقلنا ما شاء الله. شكرا لك يا ام سندس. هلا كلكم والله. هلا شايف فينا نحطه بالهيك بس لحتى يبين اكثر اذا ممكن. هيك يعني عليك شو هالكبايات من قدامه بليز، يلا هون بدنا نحن قاعدين هلا. عشان بس يعني شو الوضع يكون الصورة واضحة للي عم يحضرنا. هلا حطينا الخبز شفتوا سقيناه أجمل؟ بشوية مرقة مع توم. اجمل. هلا شفتوا الخبز من تحت، شفتوا اللايرز طبقات تبعه. رجعنا حطينا الرز المطبوخ. هلا عم نحط اللبن اللي خفقناه مع شوية مرقة وحصين توم ناعمين وشوية طحينة. هذا اللبن هون كيلو لبن، كيلو لبن ها؟ يعني علبة فيها كيلو. حسين العريقي ما شاء الله تبارك الرحمن بشهي تسلم الايدين. شكرا علي بسمه، شكرا لك الله يعافيك. ودينا الله يعافيك يا رب. شكرا لكم جميعا اللي عم بيتابعنا واللي عم بيتفاعل معنا بالتحديد. بدك شلك هات يا شيف اعطيني سخن انتبه لا مش سخنه. بدناش نحرق ايدنا مثل هذيك المره. يلا لا بشلك تاخذها ليلى معه.
يلا هلا شوية سمنة بدنا نقلي صنوبر نحطه على الوجه. بتعرف انا شلنا الكاميرا من هونيك ما بيأثر. يلا عندنا حل تاني. ها هودي شو بدك تعمل هون؟ بدي اقلي صنوبر حتى على الوجه. ايه شو عم تحط زبده شوية سمنة. سمنه سوري. اختي فاطمه تحياتنا لك، كيفك شو اخبارك؟ اكيد بدنا نقول على اللايف هابي بيرثدي لامي. كل عيد وانت بخير، عيد ميلاد سعيد، ينعاد عليكي بالصحه والسلامه يا رب، ضلي فوق رؤوس الجميع. مزبوط يا شيف؟ معلوم. الا هابي بيرثدي للحجه هابي ولا بيرثداي حجة، هي عم تحضرنا قصة على طول بتحضرنا وبتعمل وهلا- شير وتعليقات وساعدتنا شوي بتسييخ الجيش كمان. شغلتها يا حاج، معقول هيك؟ زينب ناصر اهلا وسهلا. صمت العيون، حلو هالاسم صمت العيون. وعليكم السلام، لك يا هلا فيكم جميعا، والله منورينا. اكتبوا لنا كلكم اللي عم يحضرونا كلهم، اكتبوا لنا هابي بيرثدي لامي سيلفو بلاي، بدنا نعذبكم. يلا هلا نحن عم نعمل هيدا الصنوبر، صنوبر نقليهم، حطينا سمنه او سمنة زبده، وشوية صنوبر. سمنه مع شويه صنوبر. هو بتحطهم على وجهه من فوق إيه. للاكله. اهم شغله انتبهوا لها انه هيدي الاكله اللي عم نعملها نحن اليوم هي منا ترويقه، منا هيدي فتة الترويقه اللي بتعملوها. ها هيدي فتة غدا نعملها مع رز، مثل ما شفتوا عملنا رز ابيض واكله كتير طيبه صراحه. هلا بتشبهها شوي لانه بينحط خبز من تحت وهيك، بس مش كتير يعني. شكرا يا هنادي، ام محمد نجار شكرا، وفاء شكرا، سهام ثانك يو، زينب، كلكم، علي بسمه شكرا، ثانك يو على الهابي بيرثديات. ليكم انه منظر اسم الله ليكم. شيء عنيف، الشيف عم بيشتغل شيء عنيف اليوم مثل العادي يعني. تمام، مثل ما شايفين قدامكم هذا الطبق المميز اللي صراحة بس تعملوا الدجاجات وتفلفلوا الرز انسى، ما عادش بيضل شيء يعني صراحة يعني. وطيب الأكل يعني. شوية نعناع أخضر. نعناع أخضر. اعطونا رايكم بهيدي الاكله، انتم عاملينها يعني بتعملوها بنفس الطريقه اللي نحن عملناها، اسمها نفس الشيء عندكم فتة؟ خبروني اللي عم يحضرنا يعني، خاصه اللي بيحضرونا نحن من عده بلدان يعني، من جايين من لبنان، من سوريا، من العراق، من فلسطين، من الاردن. بابريكا للزينة يعني كل واحد بيكون عنده طريقه معينه. خبروني نفس الطريقه بتعملوها اسمها فتة، خبرونا لنشوف، لانه اللي انتبه للحلقه من اولها شيف مش بس بيعمل اكل طيب، كمان بيزين الاكل يعني يطلع شيء هيك مميز صراحه يعني. فشو بدي احكي لكم عن الشيف؟ هيك اسم الله منا صح نعمله. يعني هالاكل اسم الله تطبيقتها اخذت 10 15 minutes بس يا شيف. هلا اكيد رح نحط لكم المكونات اللي عم ينضموا لنا. هلا امي هلا وصلتي، انت جيتي مأخرة شوي بس قلنا لك هابي بيرثدي على اللايف. هلا بس ترجع تحضر الحلقه وكلهم قالوا لك هابي بيرثدي كمان يعني. المكونات خليني احط لكم اياها قدامكم قبل هيدي شو مغربيه؟ بلش مغربيه، لا خلينا نشيل هيدي. وين المكونات الثانيه؟ ولا هي كاتبه مغربيه وحاطه هيك بس لاتاكد انا؟ لا هودي مغربيه، انا مش حاطط لكم. خلص بنحط لكم المكونات، قول لهم اياها يا شيف، انا مش حاطط هي عندنا دجاج فروج وزن 1200 جرام يعني شيء 3 باوند يعني. نعم. وعندنا رز 300 جرام، مرقة للرز 500 جرام، وعندنا خبز عربي رغيفين مقطعين وبدي حمصن او بقليون، وعندي كيلو لبن 50 جرام طحينه، وعندنا شيء 25 جرام توم يعني شيء 3-4 حصوص توم ناعمين. وطبعا بنحط ملح. وبسلق الدجاج عندنا مواد عطريه اللي هن ورق غار، عيدين قرفه، حبه جزر، شقفه بصل، كبش قرنفل، حب هيل، يعني جو عندي مواد عطريه بحط مع الفروج. بس استوى الفروج بدي قيمه من المي، فسخه شوي، قيم الجلد عنه وفرثه ناعم يعني شوي ترنشات سلايسات. ايه
الرز بنطبخه على مرقة الدجاج، يعني عندي 300 جرام رز، 50 جرام زبدة بدي قليل شوي، بحط لهم 500 جرام مرقة دجاج، وما بنحط ملح ليغلوا اول غلوه لندوق الملح اذا بدن ولا بدنش، اذا بدن بنحط لهم، بدنش بكون خلاص. بس نسوي الدجاج، نسوي الرز، الخبز بدي حمصه او بدي قليه، يعني صار كل شيء جاهز عندي. بخفق اللبن مع الطحينه مع رشوه ثوم، شويه مرقه دجاج، رشه ملح. بنحط اول شيء الخبز المحمص بالجاط، بنرجع بشويه مرقه مع شويه ثوم ناعم، بنسقي فين الخبز، نحط فوق منه الرز المطبوخ اللي طبخناه بمرقة الدجاج، بنرجع نحط الدجاج المسلوق المفسخ، نرجع بنحط اللبن اللي خفقناه مع الطحينة وشوية ثوم ومرقة، على الوجه علينا شوية صنوبر بشوية سمنة ورشيناهم من فوق، زينا بنعنع أخضر، شوية بابريكا، الزينة حسب ما هو بده واحد في زين، بس هني النعنع الأخضر بيناسب والصنوبر والسمنة بيناسبوا لهالأكلة. جميل جدا، اكله كتير طيبه. ام سندس عم تقول بالسودان بنعمل المرقه ونفت الخبز ونرش الخبز بالمرق ونقلي الدجاج او اللحم ونحطه فوق الرز، فته اسمها. حلو، حتى بالسودان عندهم اياها تقريبا قريبه لها شيء. كلنا الجو العربي بيعملوا فتة الدجاج يعني جميل. دلال عم تقول انا على طول بعملها طيبه كتير، صحتين وعافيه. دلال مهبرجاوي، اهلا وسهلا فيكي اختي فاطمه، اهلا وسهلا. اعطونا رايكم بهذا الطبق اللي عملنا لكم اياه. زينب ناصر عم بتقول لك منظر غير شكل. وفاء عم بتقول لك يعطيكم العافيه. واتس ذا ديش توداي اربي عم بتقول اربي فتة مع دجاج، فتة الدجاج يا اربي، هيدي مش اجان مش الفتة اللي تبع الترويقه. شيف يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبق مميز مثل العاده. متابعينا رجعنا حطينا لكم المكونات، فهيدي هي المكونات، فيكم تعملوا لها سكرين شوت هلا. اتفقنا بدنا دجاج، لبن، توم، خبز محمص، صنوبر، رز امريكاني، سمنه، زبده للرز، مواد عطريه لحتى نسلق الدجاج فيهم، ملح، مرقه للرز، نعناع اخضر وبابريكا هو منزين فيهم من فوق. الطبق تبعنا كتير مميز كان اليوم. شيف حلقه سريعه، حلقه كتير حلوه مثل العاده. ميرسي، قول لهم يعملوا شير، يعملوا تاج، اعملوا لنا شير واعملوا تاج واحضرونا على طول مشان نضلنا بهالنشاط نحضر اكلات طيبه. اكيد كل نهار 4 على الساعه 4 عصرا بتوقيت ميشيغان ونيويورك، الساعه 1 بتوقيت كاليفورنيا، والساعه 3 بتوقيت على ما اعتقد تكساس والينوي. شيف ميرسي بوكو، يعطيكم العافيه. كل واحد كان عم يتفاعل معنا اليوم، شكرا لكم. نتمنى انه هذه الاكله عجبتكم. اكيد اللي ما لحق يحضر الحلقه من اولها، دائما فيكم ترجعوا تحضروا الحلقه، موجوده على فيسبوك ويوتيوب، احضروها على التليفون، على الايباد، على اللابتوب، على التلفزيون مثل ما بيعمل الشيف بيحضرها على التلفزيون. والى ان نلقاكم بحلقات مقبله من هذا البرنامج وبرامج اخرى، الى اللقاء وبرعايه الله.